اليوم راح انقل لكم تجربتي بعد سنة من دخولي بسوق الأسهم. طبعا صار لي هواية أفكر أنزل على اليوتيوب، لكن أجل لحد ما وصلت اليوم وقررت إنه أنزل هذا الفيديو على اليوتيوب. طبعا قررت أدخل باليوتيوب بسبب إنه الفيديوهات يحتاج إنه أشرح بيها أكثر وأحكي على راحتي. الريلز والفيديوهات القصيرة ما تعطيني هاي الحرية، ولازم يعني بالزايد دقيقة ونص، وهذا الشي كلش يعني ما اقدر احكي بيه معلومات اضافية، لازم كلش اختصرهن. فانا ناوي من زمان ادخل باليوتيوب، لكن اليوم الحمد لله قررت انشر هذا الفيديو. طبعا الشغلة الحلوة انه صادفت اليوم نفس اليوم اللي نشرت بيه قبل سنة، يعني يوم 10 نشرت واليوم هم يوم 10، فان شاء الله بداية خير. وهسه نبدأ بموضوع الفيديو. طبعا انا هحكي من منظور شخصي، يعني الشيء اللي جربته وشفته خلال سنة كاملة من بدايتي لحد اليوم. وطبعا اكيد اكو ناس احسن من عندي واكبر من عندي واقدم من عندي بالسوق، بس انا حنقل تجربتي الشخصية واللي استفاديته خلال سنة. اول شغلة تعلمتها، مو لازم تعرف كل شيء قبل لا تدخل السوق. السوق كلش كبير، وسوق الاسهم كلش بيه معلومات هواي، وبيه تفاصيل، وبيه بيانات مالية وتحليل فني واساسي، وبيه هواي امور لا راد لك سنين يلا تتعلمهن كلهن. واكو ناس يعني قدامى وش قد صار لهم وبعدهم يتعلمون، واني هم بعدنا اتعلم، كليتنا بدنا نتعلم، والسوق يعني ما إله نهاية، دائما اكو شي جديد ودائما نتعلم. فانت اذا تريد تعرف كل شي قبل لا تدخل راد لك سنوات يلا تعرف كل شي. فالافضل تفتح حساب وتتعلم شوية شوية، تخلي بيه مبلغ قليل اللي هي 100-200 ألف تتعلم بيها، حتى إذا تخسرها مو مشكلة، هي بعدال أنت قاعد بمطعم، يعني هسه أقل مطعم تروح له تصرف 50-40 ألف، احسبها روح على المطعم وخلي هذا المبلغ واشتري بيه وتعلم شوية شوية. شفت إنه أنت نجحت بيها ودا تربح، كمل وتعلم أنت وتستثمر، تعلم. الشغلة الثانية، قليل دائم خير من كثير منقطع. اذا تشوفون واحد من الفيديوهات انا شارح بيها قال انه 6 شهور انا ربحان يمكن 4000 لو 5، فاذا نجي عليها هاي ما تسوى، يعني لو تذب فلوسك بغير مجال راح تربح اكثر بهواي. لكن انت فكر من منظور استثماري. الاستثمار هو تراكم خبرات، تراكم معرفة، وتراكم اموال. اضرب لك مثال بسيط، وارن بافيت يستثمر من عمر 14 سنة، من صار عمره 30 يلا حقق اول $1,000,000، من صار عمره 80 حقق 65 أو 80 مليار دولار، ما أتذكر الرقم بالضبط، بس هيج تقريبا. باع التراكم شلون صار؟ تراكم هيج يصعد، والمنضبط يحقق ربح أكثر من الذكي، وماكو شورت كات، وماكو اختصار للطريق، وماكو ثراء سريع. فلازم تخلي هذا الشي ببالك قبل لا تدخل. الشغلة الثالثة، سوق الأسهم سوق الفرص. سوق الأسهم يختلف عن باقي الأسواق اللي هو سوق الفرص. ليش الفرص؟ مثلا بزمن كورونا نزلت الأسهم نزول قوي، فأكو بعض المستثمرين راحوا واستثمروا بيه، بعض المستثمرين طلعوا ربح خيالي واشتروا الأسهم بنص سعرها بأوقات المشاكل والحروب. أذكر لك بعض الفرص اللي استغل المستثمرين بأوقات الشدة وخلوها فرص إلهم. مثلا بأيام الحرب ويا داعش كانت الأسهم كلش رخيصة، بعض المستثمرين سحبوا فلوسهم فكانت الأسعار كلش مناسبة. وراها جتي المظاهرات وفترة كورونا هم كانت الأسعار كلش رخيصة، كانت نص الأسعار تقريبا. وهذا البودكاست شارح بيه المستثمر شلون استغل الفرصة وحقق ربح خيالي من عنده. وأنا لحقت على واحدة من الفرص اللي هي الحرب بين إيران وإسرائيل، نزلت الأسهم بيها نزول يعني مناسب، فكانت الأسعار كلش مناسبة واشتريت بيها فترة، وراها صعدت. فلازم تعرف ايش وقت تستغل الفرص وتخليها بجانبك. نجي للنقطة الرابعة، لا توقت السوق وتتبع حكي الناس. لا تركض ورا حكي الناس اللي يقول لك هذا راح يصعد وذاك راح ينزل. ما حد ما يعرف المستقبل، هاي مشكلة احنا هواي نواجهها بالعراق. اللي يقول لك هذا راح يصير هيجي وهذي ذاك المصرف راح يخسر، ما حد ما يعرف المستقبل ولا احد يعرف ايش راح يصير. فهو يتوقع انه راح يكون هيجي بالمستقبل، هاي الشركة راح تخسر. ما حد ما يعرف هذا الشيء الا البيانات المالية يشوفها وتقراها. لا تركض ورا حكي الناس بالاشاعات والامور الغير حقيقية. هواي باشاعات هذا السوق،
كل ساعة واحد طالع لك وقايل فد حجاية او فد شي يخوفك منه، بحيث يخليك انه تروح تبيع وتبيع بخسارة. فتأكد من المعلومة بشكل صحيح ولا تتبع القطيع. انت شوف هاي الشركة مناسبة، هل تشوفها ناجحة، هل انه اكو شركة حتنافسها، وحتى اذا جت شركة تنافسها هل انه راح قبل تخسر، لو ممكن تقاوم ويجوز اثنيناتهم يكونون منافسين ومنافسة جيدة تكون، يعني منافسة تنجح السوق اكثر. فلا تمشي ورا حكي الناس، وشوف الشركة وبياناتها المالية وعلى اساسها استثمر. خامس شغلة والاخيرة، التعلم من الخسارة. سوق الاسهم مثل ما حتربح بيه راح تخسر بيه فد يوم، فهذا الشيء كلش طبيعي بهذا السوق. بس نقدر نتعلم من اخطاء الاخرين وما نتبع الاخطاء اللي خطأوها، واذا خطأنا خطأ راح نتعلم منه وما نعيده مرة ثانية. بس المشكلة اذا عدناه مرة لخ، فهي هنا المشكلة. والتعلم الدائم ضروري جدا. تابع السوق وتابع البيانات المالية، تابع اخبار الشركات، هاي كلها ضرورية حتى تظل مواكب السوق وتعرف التحديثات اول باول. وانت كمستثمر طويل المدى ما تحتاج تراقب السوق دائما وتشوف اول باول، تقدر تشوف الاخبار الحصرية والاخبار المناسبة الك من خلال شركة الوساطة، او تتابع لك واحد من المعروفين بالمجال. هذا كلش كافي يكفيك انه تكمل بسوق الاسهم. فهذا اللي تعلمته خلال سنة كاملة، اتمنى استفاديتوا من هاي المعلومات ولو بشي بسيط. واشكركم اذا جيتوا من غير منصات مثل الانستغرام والتيك توك وكملتوا الفيديو للنهاية، فاشكركم جدا. هذا دليل على حبكم واهتمامكم بالموضوع.